كلما قلت صباح الجمال وجدت الجمال في ردودكم، وكلما قلت صباح الخير وجدت الخير في صفحتي بوجودكم، وكلما قلت صباح النور وجدت النور يغمر الكون بطلتكم، وكلما قلت صباح الورد وجدت العطر ينتشر بحضوركم. أسعد الله أوقاتكم ورزقكم سعادة الدارين وأحسن إليكم. مرحبا بك من الناس الكل، ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس وانتم تتفرجوا في الفيديو تاع نهار اليوم جيتكم بروتين خفيف ظريف، روتين نهار الجمعه من الصباح حتى وقت الجمعه. المهم اللي اول مره تشوف القناه ما تنسيش انك تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل باش كل ما نحط فيديو يوصل لكم. ويلا بينا نبدو الفيديو تاعنا على بركه الله. كما راكم تشوفوا اليوم قررت اني ندير تنظيفه عميقه للصاله. كما تشوفوا الدنيا راهي ملاحه اليوم، راح شويه البرد هذاك. شفتي كي تجي القايلة هذيك الدنيا وما فيهاش، تقعد هكا شوية باردة معليش. المهم أنا نسحق الدنيا ضاوية بالقايلة. كي نلقى الدنيا مسحبة وشوية باردة ما تنفعش لي الخدمة. هيا يا سيدي كانت لهنا 9. قلت هيا نفرز شوية الصالة، عندي ياسر ما فرزتهاش، نحيت الزرابية اللي تحت الصالة، فرزت يعني فرزة خفيفة وخلاص. المهم فرق كبير بين الأيامات واليوم. كانت واحدة سقستني قالت لي على الاسبيراتير، قالت لي كيفاش تخدم وبقدا شريتها. هو راهي شريتها ب1400 ولا 1500، هاد الأسعار ديما ما نشفاش عليهم. فكيما تشوفي 3 بياس، عندك البياسة هذي ديري بها هذيك الكوانيت تاع الفتايات ولا تاع الطاقة، الكوانيت هذيك اللي ما تدخلش فيها الحاجة. وعندك هذيك البياسة الأخرى ديري بها انتي الفتايات قد قد. وعندها البياسة اللي تجهر لنا الحالة قد قد الزرابة ولا والأرض. لهنا كنت حابة نحي العصا الطويلة هذيك باش ندخل فيها أنا هذيك اللقطة اللي الصغيرة. هيا رحت ما حبش تحلي، حتى بعدك فقت راني قاعدة نحل فيها بالغلط بالكل. حتى بعد قلت خير كما تحدثش ليا على الأقل لقيتها طويلة خير. لخاطر بعد كي باش نبدا ندير في الفتايات ما نبقاش مطبسة، كي تعودي طويلة نقدر اني نخدم طول بلا ما نطبس عليها. المهم هنا كنت راح نحط هذيك الكوسانات نحطهم في الطاقة، لازمها تكون الحالة نظيفة ومشي فيها الغبرة. هيا وليت ساعة أول حاجة نحيت ساعة الغبرة من هنا، وبعد حطيت الكوسانات على نظافة. المهم البنات ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس، واللي امورها مش ملاحه ان شاء الله يا ربي تفرج عليكم الايام القادمه ان شاء الله تعالى. غير وشيه كما ديما نقول لكم بالصبر والحمد لله فقط. شفتي كي تصبري على الحاجه اللي عطاها لك ربي وتحمدي ربي اكثر، ربي راح يخفف عليك الحاجه الخايبه اللي صرت لك هذيك. ما باليش وش هي الحاجه الخايبه اللي يمكن صرت لك، المهم لازم تحمدي ربي ولازم تصبري ولازم تقتنعي بها الحاجه هذيك. والمهم ربي بقى علينا الستر والكل. هاي يا سيدي حطيت هذيك الكسنات كلها يتشمسوا مليح، وبدلت البياسة هذه هي اللي تنظف لي الفتيات بالطريقة هذه. وكان بياسة تدخل لك أصلا فك الحباش الصغار هذيك اللي ما تقدرش تدخلهم يديك. كانت واحدة قالت لي قبل هذه راي اسبيراتور ما عندها ما تجبد. لا لا تجبد خيرات ربي، يعني بالكم تو شوفوا بعد كيفاش نظفتها. جبدت لي تراب زي خرس، سواء من الأرض ولا من الطاقة ولا من الفتيات. أنا عندي ياسر ما استخدمتهاش، مرات ندير بالمصالحة فقط، ومرات كي نشوف الحالة هكا مش نظيفة قد قد نجبدها. لأنه عليه، لأنه روا الموتور راهو يفسد ثمثم ومش ثمثمة يفسد. غير وشية الواحد كي يحب يستحفظ على الحاجة تاعو ما يستخدمهاش ديما. وريت تدي تريسيتي، المعلومة هذه تاع تريسيتي مش متأكدة منها. غير وشية أي باينة تدي تريسيتي، والموتور تبقى انتي كل مستخدمي فيه، وكل حاجة تستخدمها بالاسبيراتور راح يسخن ومع الوقت يفسد ليك. معناها أنا عليا مثل كل راني ندير بالمصالحة عادي كي نشوف الدنيا نظيفة وديما نجهروا فيها. أما كي نشوف مثلا الغبرة ياسر في الفتيات ولا جونا ضياف ولا أي لقطة نحب هكا تنظيفة عميقة راني نجبدها. وقالت لي وحدة دير الحس ولا لا، حاجة باينة راهي دير الحس، غير وشي لازم تتحملي. ما ديرش هاك الحس القوي هذاك، بصح فيها الحس. أي آلة تاع الدار راح تدير لك الحس. كيما الفتيات عندي من رمضان ما درتش ليه من اللقطة هذي. هاي كيما فاتت الأيامات الغبار ودنيا باردة ودنيا ديما مقفولة، قلت خلي يا سيدي اليوم نظفها زي هكا. ودرت حتى في الكشريدو هذا يعني ما يصلح لكل شيء. وتحبي حتى تنحي البياسات هذيك الكل وديري طول بكا العصا هذيك ما فيهاش بياسة، لأنه حتى هي تجبد الغبرة. إذا كان عندك الفتايات تاعك جايين شوية تحت الأرض راهم شغل ما فيهمش هاك الفتحة هذيك اللي تدخل فيها البياسة الكبيرة باش تنحي لك الغبرة من تحت. نحيتي البياسات هذيك الكل
ودخلي العصا هذيك الطويلة ودخلها تحت السرير تا تجبد لك الغبرة ولا أي حاجة. وبالنسبة للوزن تاعها راهي مش ثقيلة خلاص، كيما تشوفي فيا أنا راني نهز فيها نورمال. وتجبد لك حتى الغبرة اللي موجودة في الكوانات تاع الحيط، مثلا تلقي عندك بوت ولا رتيلة في الحيط الفوق تقدر تنظفي بها. إذا هذه هي البياسة الكبيرة اللي قلت لك عليها، هذه ساعات ما تدخلش لينا تحت الفتايات تاع البيت الأخرى، نولي أنا نحاها ونجبد غير بالبياسة هذه طويلة بركة تدخل نورمال. هاي يا سيدي نحن قبل ما نهز الزربية لازم ساعة نحي منها الغبرة ساعة، بعد نحاها على نظافة. والزربية هذيك لايمتك ديما كنا مدايرينها لأنه كانت دنيا باردة، لازم الأرض ديما تبقى مغطية، وخاصة نحنا لايمتنا ندخل ونكتبو ثما ولا نقرو شغل دنيا باردة. هاي كي بدت تسخن شوية الحالة وليت نحيتهم أصلا تغميت بالكل. كما تعرفي في الشتاء وفي الخريف تعود دنيا باردة، الدار تتغم بالزرابة ونهار كامل مقفولة ونهار كامل ظالمة بالكشريدو. نحب غير وقتاش باقي يتم الفصول هذه تاع البرد باش هكا هذاك هو تتفحفح الدنيا وتضوى الدنيا. هاي يا سيدي جبت هنا الكراسة هذم كيما تشوفوا رانا ما تقعدوش فيهم خلاص ما ناكلوش هنا ياسر، غير وشيها لازم الغبرة هذيك تجي. راني حقرتهم شوية ليامات، قلت خلي نحقرهم باش كي نجي ننظفهم نلقاهم شوية، حتى الواحد كي يوقف عليهم يوقف على قاعدة، كي يتعب هكا يحس بروحه بلي يتعب، مش هما نضاف ونروح نحل عليهم أنا الأسبيراتور. غير وشي راهم يحتاجوا نظافة بالماء خير. قلت كاش نهار تو ندير الكوراج ونغسلها بالماء ينحيلك الغبرة، غير بشوية مرة على مرة تلقي هكا الحالة شوية لازمها الماء. المهم البنات واشكم انتوما ان شاء الله يا رب تكون قاعدة حلوة مع سارة البسية، ان شاء الله يا رب تكونوا ديما ملاح. واش دايرني فيها البنات كاش ما درتوا برنامج مليح تاع العطلة الصيفية. العطلة العام هذا راهي 5 شهور، يعني عندكم ما تتحملوا من ولادكم الصغار، على بالك من ولادكم اذا كانوا عاقلين ولا مش معقلين راح تتعبوا معاه. ما كانش ولاد هكا يركحوا ليك هكا ديما هكا، لازم إلا ما تبقى تعيطي عليهم، لازم إلا ما تضربيهم، لازم مهما واش ديري ليهم برنامج وتقولي ليهم ديري هذيك هكا وديري هذيك هكا، لازم يجيك واحد المرة ينرفزوك إخلاص وما ياخذوش ليك الراي. معناها انت لازم ديري ليهم برنامج، اكتبي في ورقة، شفتي كديري ورقة بسيالة وديري برنامج العطلة الصيفية للأولاد، كل يوم واش يديروا أولادك وكل يوم واش ديري نتايا، تو تشوفي العطلة الصيفية تفوت ملاحة خلاص تفوتك الشعرة من العجين. وديري ليهم برامج ثقافية، برنامج تعليمي كما قلت لكم المرة اللي فاتت في البرنامج تاع العطلة الصيفية. خلي ديما الألعاب، تخلي وقت الألعاب، وقت للثقافة العامة، وقت للتحويس، يعني مش غير تاع قراية. نوعي ليهم يعني النشاطات في الدار، مثلا اخرجوا شوية 5 شهور مش قد قاعدين طول في الدار. بتقوليش لا ما عندش صوارد ما نقدرش نروح للحدائق ولا العطلة الصيفية للبحر ولا حاجة. حاولي تديهم للبارك فامي، حاولي ان البرة ما تخرجيهمش ياسر، كان خرجتيهم خرجيه مع بويهم، ما يقعدوش لك في الزنقة، يروحوا مع بويهم لبلايص ملاحة باش هكا ما يتوحدوش لك ياسر في الدار، لانه القعدة تاع البرة هي اللي تزيد تهوش لك ولادك. وماذا بيك تو هاي مازالت العطلة الصيفية باش تروحوا للبحر وباش تروحوا باش ديروا فاكونس مثلا، هاي مازالت ابدي من توا انت جملي مبلغ من المال من شهريتك، تشاركي انت والزوجة تاعك بمبلغ من المال، نقولي والله العام هذا خالي نروح للبحر، نروح العطلة صيفية في أي بلاصة، يعني مش محطة من البحر أي بلاصة، ما هي من معباليش أنا البلاصة اللي تروحوا لها، خاصو كاش سمانة ولا هكا 3 ولا 4 أيام، روحوا للقعقاع للحمامات، روحوا القادمة، روحوا لبلايص ملاحة. بلادنا راهي شابة، قلنا بلادنا شابة، بلادنا قارة راهي فيها الدنيا وما فيها، كاين بلايص قريبة ليكم يعني تقدروا نتوما تستغلوا الفرصة هذه. واني نهدر مش غير على الناس اللي عندها اولادها، اي امراه يعني في الدار عندك ولادك كبار ولا صغار ديروا التاويل باش وعلى باش نتوما تبدلوا شويه جو، باش تروحوا نتوما في الصيف تلقوا الناس راح تحوس حتى هي، وراح تسافر منا ومنا وراحت البحورات والدنيا كل، ما تبقاش انتي تغيري منها ولا تحسداها وتبقى تقولي شوفي هي دارت وانا ما درتش، وتبدي تقولي لها كيفاش تروحي وانا ما رحتش، وكل الهدره الزايده هذيك اللي تدل على انك غيره منها وحسدتها. معناها كيما نقول لك عندها وما تحزيهاش. يا اخي هو بقداش العطله يعني ما تفوتش مليار يعني ولا ملايين الدولارات، يعني حاجه 5 ملايين ما تفوتش يعني 4 ملايين. حاولي انت والزوجة تاعك متشاركوا، يا اخي قولي ليهم قولي للزوجة تاعك نحاولوا المره هذه نديروا شقاقه مثلا تاع العطله الصيفيه، نجملوا هكا حاجات خفيفه، وما ما تكروش دار مثلا، ما تروحوش الاوتيلات الغاليه ياسر،
ببساطة أحلى، يعني ما نعرفش أنا الأسعار تاع الأوتيلات والحاجات هذيّة، المهم أنتم ديروا التاويل، يعني ما تبقيش أنتِ تشوفي في جارتك راح تتحوس وأنتِ تبقي تتحسري، ولادك مساكين حتى هُم يتسخفوا على الذري صغارك كيفاش راحوا وهُم ما راحوش، وتبقي تشوفي في الناس في اليوتيوب راحوا للبلاصة الفلانية وأنتِ ما رحتوش، تبقي أنتِ تعلقي في تعليقات تاع الحسد تاع قعدتوا غير قعدنا غير نحنا في الديار الهدرة الزايدة هاذيك. هاذيك كلها راهي هدرة ما عندها حتى معنى، توا شهو اللي عنده معنى، ديروا التأويل لرواحكم، وقفوا شوية على رواحكم، باش هاكا الواحد يخرج شوية من القوقعة اللي راهو عايش فيها، يخرج يطل شوية للعالم الخارجي. هذه إذا كان أنتِ والزوج مثلًا عندكم شهرية والّا أنتِ وخواتاتك راكم تخدموا كل وحدة بشهريتها تشاركوا وديروا الأمور هذي، أما إذا كان نتوما ما عندكمش الأمور هذيا معناها واش راح ديري؟ راح تحمدي ربي وتقتنعي بالرزق اللي عطاه لك ربي صايي، لأن كان ناس هي ما تقدرش أصلًا تروح وعلى بالها بروحها بلي مش راح تقدر دير الحاجة الفلانية، مثلًا كيما راهو جاي العيد كبير مثلًا، هي على بالها بروحها مش راح تقدر تشري الكبش هذاك، أيا باش تروح دير هي، تروح نهار العيد تدوّم علينا، تبقى تشكي للزوج نتاعها وعلاه ما شريتش لينا الناس الكل شرت، وليداتها صغار يبقوا يبكوا، تروح عند أمها تبقى تبكي مثلًا تقول لك أنا ما شريتش وما درتش، وهي على بالها بروحها من الأول من نهار تعرست بالزوج نتاعها على بالها مش راح تضحي يعني. معناها أنتِ على بالِك الزوج تاعِك مش راح يقدر يضحي، لا ديري دراما لا تشكي لا تتحسري لا حتى شي، في العطلة الصيفية راكِ قادرة تروحي للبحر، راكِ شايفة روحك قادرة تروحي، ديري التاويل، شايفة روحك أنتِ من النوع اللي ما يقدروش يروحوا ما عندكمش صوارد وما عندكمش ما تقدروش ديروا التاويل، احمدي ربي احكمي بلاصتك، عندك وليداتك احمدي ربي على الصحة اللي عطاها لك، ربي ولادك كيما راني نقول لك أنا، وما تنساش التربية الدينية، كل عشوة ولا كل سمانة هزي نوع حاجة تاع تربية، هزي ولادك في الكبا، عندك صالة ولا أي بلاصة ربّي ولادك تربية دينية، لأنه التربية الدينية هي تخلّي ولادنا طالعين متربيين ومثقفين وعندنا جيل متماسك أخلاقيًا أخلاقيًا وعقليًا وتربويًا يعني، معلمين في القرآن، داخلين مدارس قرآنية، داخلين من المنتديات، داخلين متعلم الفروسية، أي مش الناس كلها تخرج تحوس في البحورات وتخرج من ومن، أي معظم الناس ما تخرجش تحوس، أي ماشي فايدة في الحوايج هاذيك الكل، التحويس هذاك راكِ تقعدي سمانة 20 يوم وتروحي، أما التربية الدينية والأمور هاذيك الكل الزايدة راح تقعد معاه ولدك صغير، تربيه أنتِ في الجسدية تربيه أنتِ في الأمور الجسدية وفي في العقلية في الدينية، راح تبقى معاه الأمور هاذيك كلها من صغره، أماك تروحي أنتِ 20 يوم تروح بنتك دير ليك البرونزاج في البحر وتبدا فرحانة بروحها، وبعداك تنحى عليها البرونزاج وبعداك يولي لها مرض، ما عندها حتى فايدة هذي، الفايدة الكل في التربية، ربي وليداتك اشري ليهم القصص تاع المطالعة، حاولي انتي تخرجيه من الجو هذاك تاع اني ما شريتش وما درتش وما رحتش هاك الدراما الزايدة هذيك، يعني نحاولوا نعيشوا حياتنا بالحاجة اللي عطاها لنا ربي وببساطة أحلى وخلاص، الفايدة في الصحة والهنا كاو. وربي يرزقنا الكل اللي مش قادرة تسافر وتدير من التاويل ربي يرزقنا بالكل وصايا واللي قادرة دير ربي يزيدكم وربي يهنيكم هذه هي. المهم كيما شفتوا بعد أسبريت الدار شفت الدنيا منا ومنا شفت واكل الكراسة باش ما يبقوش يقلقوا فيا رحت الساعة نظفت الساعة الجهة هذيا الأولى باش نحط من على نظافة لهنا باش ما نبقاش مخلطة الدنيا بالكراسة هذو لأنه راح يدوا ليا البلاصة وتبقى ديما مخلطة الحالة نظفت الساعة الجهة هذي وحطيت الكراسة وبعد رحت رجعت أسبريت الجهة الفوقانية وعاودت نشفتها فقط نحب كل شي نشرحه لكم باش بعد ما نلقاش التعليقات تاع أختي علاه ما درتيش هاذيك هكا وهاذيك هكا باش تلقي ما نخليش حتى علامة استفهام. هيا سيدي بعد لا كملت كل شي جيت هنا باش نلمع الحاجات راني مش قاعدة نحي في الغبرة راهي ما كانش غبرة راني قاعدة نلمع في الأمور هذيا فقط باش ما تقولش ليا واحدة أختي نورمالمون تمسحي الغبرة قبل ما تنشفي كيما وصلني واحد التعليق قبل أنا راني مش قاعدة نمسح في الغبرة راني قاعدة نلمع في الحاجة. هيا كنت راح نلم كل شيء حتى تفكرت طاقة ما درتهاش هيا وليت درت مسحت الغبرة منا لمعت الحالة كيما هكا وصايي أنا اليوم توليت غير بالصالة أيا وليت البنات قاعدين يديروا في البيوت الآخرين أمي كانت تدير في الغداء ما درناش حتى حاجة ثقيلة في الغداء درت أمي أومليت ودرت سلطة وعندنا البارح جري دويدة كملته في الغداء فقط. المهم البنات بلا ما ننسى أنني نفكركم لأني على بالي بكم ساعات تنسوا ديروا لنا جيم وتعليقات ملاحة وكان البنات مازالوا ما بالهمش بلي راني حليت القناة هذه جديدة ما نعرف كيفاش حين يعرفوا لأني ساعات كاين بنات مازالوا يسقسوا على القناة هذه والله أنا بصراحة ما كنت حابة نقول على القناة هذه كنت حابة نحلها طول على نيتي نعاود نحلها اللي شافتني اللي ما شافتنيش هي مع الوقت راح تشوفني لأنه كان ناس نعرفهم مش نحبتهم ما نحبهمش يزيدوا يشوفوني في القناة الجديدة هذه أنا قلت خالي بركة راهم عرفوني في القناة الأولى
كيما كان الحال. المرة هذه قُلت ما حبيتش إنهم يعرفوا بلي حاجات القناة جديدة، غير واش هي أنا لازمني المتابعين تاعي يحبوني ويعرفوني ويحبوا المحتوى تاعي، لازمني إني نقول لكم لازم تجوا لهنا باش تطلع القناة، كل ما نقول شريك ما تبقاش تطلع القناة وتبقوا نتوما تحوسوا عليَّ. المهم يعطيكم الصحة ياسر على كل التعليقات الملاحة، والمرة الجاية إن شاء الله نقول لكم كيفاش تحلوا القناة، لأنه كان بنات يسقسوني كيفاش نحل القناة وما لقيتش الفرصة بركا. لهنا جت دبدوبة ريان، حطت لي المخيط فقط ما عندها ما دارت لي، نهار كامل هي تتفرج، نقول لها ريان روحي ديري معايا، تقول لي ها أو مسلانة وجع فيا، ولا لا مسلانة وجع فيها لا حتى شي، تحب تدلل برك، نهار كامل هي تتفرج ما دير في حتى شي. لهنا كل ما نجي نقفل الريدو هذا ندير معاه عركة مع العصا هذي. صافي الوقت اللي درنا نحنا شو اسمه هذاك كليماتيزور، الوقت الراجل اللي دارهولنا نورمالمون يديرو الفوق شوية ولا يديرو في الحيط الآخر، باش الوقت اللي نحنا نركبو الكاش ريدو هذا يطلع عالي، يولي نحنا الطرف هذا تاع القماش ما يقلقناش. يا ولد كل ما نجو نديروه يقلقنا، وشغل الوقت اللي ركبناه الكاش ريدو جا واطي شوية. نورمال، المهم لقينا ليه الحل. بعد كنت نظفت الحالة قد عطرت الحالة ودرت البخور ورحت نكمل في الجهة الأخرى، رحت أنا نظفت الكولوار وغسلت الأسبيراتور. العطر هذا مليح ياسر ياسر البنات تاع البرد، فورس اكسبريس لعل. المهم هذا روتين تاع نهار الجمعة وروتين نمشو تاع كل يوم. التنظيفة هذه تاع الصالة راني نديرها تقريبا كل 20 يوم ولا كل شهر هكا. التنظيفة هذه تاع الفوتايات ساعات ما يخماجوش ياسر يعني، أما تنشاف هذاك راهو كل يوم ولا كل يومين، هذا الوقت اللي نحي الزرابة تولي كل يوم ولا كل صباح وعشية على حسب الجو. هاني درت العطر هكا، وبعديك حبيت نزيد ندير شوية بخور، ولت الصالة ريحتها تهبل. باش يخرج لك من البخور زي هكا لازم نتوما تشروا الفحم، طيب شغل تسخنوه ياسر على النار باش كتحطي تيا البخور تاعك يخرج لك الدخان هذا. لهنا كانت تقريبا 11 وربع. قلت من البداية تقريبا ساعة غير ربع نكمل نغسل فيها أنا الأسبيراتور ونشفت الكلبار. هذاك هو باش راح نلصقو نحنا في خدمة الدار. وساعة ننسى أصلا بلي راهي جمعة، أنا عندي ياسر ننسى بلي راهي جمعة. كل ما تفكرنيش أمي ولا نشوف لقطة هكا ما نتفكرهاش، حتى ساعات سورة الكهف ننسى باش نقراه، لأنه نحنا ما عندناش الجو هذاك تاع الجامعة. مالف أبي ربي يرحمه، مالف كي يقعد في الدار بالجامعة ما يخدمش، تبان هذيك بلي راهي جامعة مثلا، يبان الجو تاع الجامعة. يروح أبي الجامع مع أمي هكا يبان لينا بلي الجو هذاك. أما توا درك ما عندناش الجامعة حدانا باش نسمعوا صلاة الجمعة، ما كانش تروح للجامع باش تصلي صلاة الجمعة في الجامع، ما عندهاش حتى جو، حتى وحدي فقط نتفكر بلي راهي جامعة اليوم. بالنسبة لسورة الكهف مش محتم تقري سورة كاملة، أقري 10 آيات فقط، هذيك هي الفائدة فيها، هي اللي تنجينا من فتنة المسيح الدجال. ال10 الآيات الأولى فقط. أما إذا كنت قاعدة وتحبي تقراها بطيبة خاطر أقعدي لها واقراها نورمال. كاين ساعات إنسان ما يقدرش يقروا مثلا سورة كاملة لأنه هي راهي طويلة شوي، ولادها يقلقوها مثلا عندها خدمة الدار عندها مسؤوليات ياسر وتولي ما تقدرش تكملها الكل. نقروا 10 آيات فقط، وإذا كنت حفظتها ال10 آيات هذيك أقراها من راسك بركة، يعني مش حتى تهزي المصحف. أنا معظم الوقت نقراها في راسي ال10 آيات الأولى إذا كنت مش قادرة نقرا سورة كاملة. شوفوا الغبرة اللي قالت لي وحدة راهي عندها ما تدير شغل راكم قاعدين تخسروا في صواريخكم على الاسبيراتور. بالعكس نحنا كون جينا مشينا نشوفوا فيها بلي راهي تخرج الغبرة، راني ما نقولش لكم عليها أصلا وما ننصحكمش بها بالكل. شوفوا الغبرة اللي تخرج منها هذه راهي مش تاع اليوم فقط، راهي تاع الأيامات اللي فاتوا كيف مش حتى مش تخدمي بها اليوم ترجعي تنظفيها اليوم زي هكا، جمدي لها مثلا نهارين ولا 3 أيام ولا حتى سمانة، وكي تخزري فيها انتي وتلقاها معمرة غبرة نحاها أغسلها ولا أمسحها زي هكا. أما كي تخضري فيها وتلقاها مش مع معمرة ياسر خلاها، كي تشوفها معمرة قد ناحي منها تيا الغبرة. شوفي كيفاش تخرج منها الغبرة خيرات ربي. كي تضربيه هذا على السطح زي هكا، كل ما تضربيه كل ما تخرج الغبرة، ولازم تنظفيها ديما تنظفيها مليح من الغبرة تاعها، لأنه كل ما تنظفيهاش مليح تبقى دير شغل ما تنظفش ليك مليح الغبرة، تولي ما تجبدش ليك الغبرة قد من الأرض، ويولي بعدك الموتور ما يخدمش. شوف اللقطة هذه ما تولاتش لها، أنا غير توا كي جيت ندير زي هكا حتى لقيتها الحفرة هذيك بلي راهي معمرة غبرة. يعني الأمور هذه كلها كي تغفلي عليها وما تنظفيهاش مليح من الغبرة، مع الوقت تحت تبوش عليك وما توليش تجبد لك مليح.
وأمسحها فقط بالماء برك ولا بلانجيت ولا هكا بطبة تكون مرنخة، ما تصبّيش عليها الماء، يعني من الأحسن إنِّك ما تصبّيش عليها الماء باش هاك الحاجة تاعك تحافظي عليها. أما البياسات تاع برا هاذيكا كيما تشوفوا فيهم راني نغسلها بالماء، نصب عليها الماء فقط، كي نحب مرة على مرة نشقي روحي راني نغسلها بالصابون. وش اسمها الأسبيراتير اسمها بيرغمان، كي تشوفي فيها اسمها بيرغمان. وهذه البروسة اللي شريتها المرة اللي فاتت باش نعود نمسح بها نغسل بها الكوزينيير، هاني خصصتها المرة هذي قلت خلي نعود نحي بها الغبرة من هنا. كيما تشوفي راني على قد ما نطر فيها على قد ما تخرج في الغبرة، شوفي كيفاش. كانت وحدة قبل سقستني قالت لي علاش ما تغسليش كي تغسلي تواليت وعلاه ما ديريش قفازات. حسن دقيقة شفتي لهنا حتى البياسة هذه البياسة الكبيرة حتى هي لازم تنحى لأن هي اللي تلقي فيها الشعر وحتى هي تلقي فيها الغبرة. هو أنا عادةً راني ما نستخدمش ياسر لي برودوي هاذيك الكيميائية اللي تضر الإيد، واحد الفترة صح كنت ندير القفازات كي نبدا نخدم، غير وشي تبدا في كل مرة تتقطع عليا ونبدا نقلق، وليت بطلت وراني حابة نشريها أنا نورمالمون راني نديرها، غير وشي أنا كي نغسل الكيفات هاذيك تاع البيت الراحة، راني مش ندخل إيديا لداخل خلاص ولا ندخلها في زيقو ولا لقط هكا، راني نغسل على نظافة فقط كيما تشوفي الكيفات راهي نظيفة خلاص زيها زي لافابو زي هكا. نضيفة خلاص على هاذيك حقرت الحالة وليت ما عدتش ندير القفازات. أما إذا كان راح نخدم بالبرودوي الكيميائي ولا مثلا شايفة روحي راح ندخل إيدي في مسكوكة ولا هكا في بلايص مش منظاف راني ندير القفازات حاجة باينة. شغل حتى القفازات يدقلوا لي شوية إيدي ما يخليونيش نخدم قد قد. هيا جبت هذيك كيما شفتي ساشية عمرتها بالتراب لأنه كنت ديرها لهنا في لافابو رحت تبوشها ليك، وليت عاودت بعد درتها غسلة خفيفة زي هكا تاعها كل يوم، درت لومو وعاودت غسلتها عادي جدا. وراني قررت بنات نخلي اسم القناة زي هكا قاعدة مع سارة، لا نزيدها لا تبسية لا 12 لا حتى شي خلاها تقعد زي هكا. قالت لي واحدة سماها قاعدة نسيت شي قالت لي سماها حتى هي فكرة ملاحة، غير قلت خلي نديرها زي هكا. ولا وش رايكم نديرها قاعدة سكر مع سارة، لأني أنا سكر وقاعدة نشارك معك غير في الحاجة السكر والحاجة الحلوة والحاجة العسل كيفي بعد العسل يا أخي ما غير العسل. صح البنات هل أقول الحقيقة؟ تشوفوا عليه هذاك الكوميك تاع ماروكو هذاك هواي يبدا يهدر بعدك يقول لك هل أقول الحقيقة حتى أنا زهقة. المهم بعد كنت نظفت الحالة غسلت هذاك البيدون تاع النشافة غسلت البيدون هذاك تاع الأزرق اللي حذاه هذاك نشفت الحالة منه وعاودت سلت الحالة وخلاص. وثم أمي كانت تعيط علي قالت لي ها روحي بكا باش نتغدوا. لقيتها صحيح حطت الغداء كنت راح نصور لكم شوية غداء كيفاش حطينا. هيا لقيتها حطة عادي شوفوا المسكوكة راني منحبش نمسها بيدي على نحب نلبس قفازات أنا نولي على قد ما نولي نديرها بالمسكوكة ساعات تركحلي وساعات لا. هاي يا سيدي قلت خالي نقبلها بيدي وصاير. وليت مسحت عاودت مسحت المرايات. المهم بديت راني نحاول على قد ما نقدر نشارك معاكم الطاقة الإيجابية والتحفيزات يعني ساعات نحفزكم كما أنا راني لحد الآن كنت نتفرج على روتين ولا لقطة وديما نتحفز ونولي مش نحب ندير نولي نوقف ندير حتى أنا حاجات يمكن أنا ما كنتش نعرفها ولا يمكن كنت نديرها بطريقة صعيبة نشوف واحدة مثلا نديرها بطريقة سهلة نولي نديرها كيفها. هيا بعد كنت كملت كل شيء غسلت ايدي وعاودت توضيت ورحت صليت. الصابون هذا البنات ملاحة ياسر ننصحكم بها راهي مخدومة بزيت زيتون والقارص. هذيك الصابون هي صابونة فارج مخدومة بزيت زيتون وقارص مش وكل الصابون الفارج تاع بكري هذاك يرطب لك ايدك وزيد يبيضها لك كما قلت لك المرة اللي فاتت. المهم كنت توضيت فقط ما حبيتش نوري لكم التفاصيل تاع الوضوء لاني راح نطلع ايديا ونبدا في حالة. وجيت هنا تقريبا الوحدة لهنا. هيا لبست الحجاب تاع مروة الحجاب تاعي خبيته ساعات ما نحبش نصلي به ياسر لأن عندي حجاب واحد آخر. هيا لبست الحجاب هذا ولقيته طويل جرجر صافي جاي قد مروة طويلة عليا. هيا صليت لهنا وبعد رحت قريت سورة الكهف قريت كما قلت لك ما تيسر منها وصاير. هيا لهنا كنت حبيت نشارك معكم واحد الهضرة بعدك بطلت منها قلت خلي مرة جاية إن شاء الله نشارك معكم لأنه الفيديو راه جاني طويل شوية بسلامته إن شاء الله يا ربي تتفرجوه كله ما تقلقوش. أنا كل ما نجي نقرا سورة الكهف نبقى نفركت على صفحة تاعها لما نبقى نروح للفهرس ونشوفها قدام توا ما حفظتهاش الرقم تاعها.
المهم البنات ما تنسوش ديما الأدعية خاصةً في الأوقات المستجابة. أنا ديما مركزة ياسر على واحد الدعاء يقول: اللهم اهدينا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لأنه كاينة ناس ياسر تكون تصلي وتكون متحجبة على غرة تنحي الحجاب تولي ما تصليش، تولي عندها فتور ياسر في الدين، فتور في الصلاة، ما تقراش القرآن، هذاك كله راهي جاي من الشيطان. معناها نحنا ديما ندعو بالهداية والثبات. المهم البنات وصلت لنهاية الفيديو، ما عليا غير نقول لكم مع السلامة، وإن شاء الله يا ربي تبقوا ديما لاباس، نخليكم توا في أمان الله وحفظه. سلام.